حل السؤال ده دلوقتي من غير ما اقرا الستودنت نوتس وضيع وقتي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها ان انا هقرا السؤال وهطلع كيورد معينه اشتغل عليها عشان اعرف اجيب الاجابه الصح. هنا بيقول لي في السؤال the student wants to explain an advantage. اول حاجه هبص عليها هنا بيقول لي an advantage of microprobes. هي advantage معناها something positive، يبقى هنا دلوقتي انا هدور على الاجابه اللي فيها something positive للمايكروبروبس. تمام، تعالى نقرا الاجابات ونبدا نستبعد. Despite being heavy, NASA's rovers can land successfully on the surface of Mars. هنا عندنا A مش معايا خالص لان هو كان بيتكلمني على المايكروبروبس مش الروفرز. في letter B بيقول لي microprobes which weigh as little as 50 milligrams could explore areas of Mars that are inaccessible to NASA's heavy wheeled rovers. بيقول لي المايكروبروبس رغم انها هي حجمها صغير حوالي 50 مليجرامز لان كمان قدرت تعمل exploration للمناطق اللي هي inaccessible في مارس، ودي طبعا هتعتبر advantage. هتبقى الإجابة عندي letter B. To make sure بقى ان my answer is correct تعالى نقرا C و D احتياطي. بيقول لي NASA currently uses its rover on Mars but microprobes have been proposed as an alternative. لا، هو كان بيتكلم mainly على المايكروبروبس مش على rovers. وفي D بيقول لي though they are different sizes both microprobes and rovers. هنا بيعمل لي comparison بين الاثنين، فهنا انت اتاكدت ان انت your answer 100% هي letter B. وهنا انا ما احتاجتش ان انا اقرا النوتس ولا اضيع وقتي. استنوني في حاجه جديده كل يوم.